بعد عقوبة الهلال، هل تم تجاوز لائحة السوبر لصالح مشاركة الأهلي أم لأسباب تسويقية؟ أهلا بكم من استوديو صدى. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات رسمية على نادي الهلال بعد امتناعه عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد صدور الجدول الرسمي للبطولة. ونصت العقوبات على ما يلي: أولاً، غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال سعودي. ثانياً، حرمان نادي الهلال من المشاركة في النسخة القادمة من كأس السوبر للموسم الرياضي 2026-2027. ثالثاً، حرمان الهلال من أي عوائد مالية متعلقة بالمشاركة في البطولة الحالية، مع التأكيد أن هذا القرار قابل للاستئناف بحسب المادة رقم 144 من لائحة الانضباط والأخلاق. لكن بالتزامن مع العقوبات، شارك نادي الأهلي بديلاً عن الهلال دون أن يصدر الاتحاد أو لجنة المسابقات أي توضيح رسمي يبين السند النظامي لهذه المشاركة. وبالعودة إلى المادة 8 من لائحة كأس السوبر، نجد أنها تحدد العقوبات في حال الامتناع بعد الجدول، لكنها لا تنص صراحة على آلية تعويض الفريق الممتنع أو اختيار بديل له في هذه المرحلة. وهنا يطرح سؤال قانوني مشروع: ما هو النص الذي أتاح مشاركة الأهلي؟ وهل تم تجاوز اللائحة أو تفسيرها بشكل مرن لإنقاذ شكل البطولة الرباعي، أم أن الأمر خضع لاعتبارات تسويقية وتنظيمية بحتة تفرض الحفاظ على الصورة الكاملة للبطولة أمام الرعاة والجمهور؟ ما بين السطور يقول: اللائحة تم تجاوزها أو تفسيرها بشكل غير نصي لصالح استكمال البطولة. مشاركة الأهلي ليست مغطاة بأي مادة صريحة، لكنها مرت كحل تنظيمي مؤقت. ولا يزال هناك صمت رسمي حول الأساس النظامي لهذا الإجراء، رغم أن الأمر يمس جوهر العدالة التنافسية. ختاماً، تبقى الكرة في ملعب لجنة المسابقات والاتحاد السعودي لكرة القدم، فالجمهور والإعلام الرياضي يطلب توضيحاً صريحاً: هل ما حدث تنظيم استثنائي أم سابقة تحتاج إلى تقنين؟